مساء الخير. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. انا مبسوطه ان احنا اتقابلنا تاني، يعني احنا اخر مره اتقابلنا لما كنتوا لسه مترقيين، فمبسوطه ان احنا جالنا فرصه ان احنا نتقابل تاني نتكلم عن ليدرشيب وعن وصلتوا لحد فين كتيم ليدرز. انا فاكراكم كلكم عشان السيشن بتاعتكم كانت من المقربين يعني الى قلبي، بس حابه افكركم بنفسي تاني لو حد ناسي. انا رحمه طارق، سوفت سكيلز ترينر في اتش ار باسبورت بقالي 3 سنين. اوكي؟ الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هي سوفت سكيل لا تقل اهميه عن اي سوفت سكيل موجوده، بل بالعكس ممكن تكون اهمهم، هي الايموشنال انتليجنس. الايموشنال انتليجنس كسكيل مهمه قوي ان هي تبقى عندكم بالذات كتيم ليدرز، لان هي هتاثر قوي على علاقتكم بالتيم بتاعكم، وهتفيد قوي لو هي موجوده، ولو مش موجوده انتوا بنفسكم اللي هتلمسوا المشكله دي سببها ايه. بس قبل ما نتكلم وندخل في الموضوع خليني اعيد عليكم الهاوس رولز بتاعتنا بسرعه كده. يا ريت موبايلاتنا تكون سايلنت او مقفوله. لو في حد عنده اي سؤال ما يتكسفش ان هو يساله، مفيش مشكله، بس نخلي بالنا ان احنا ما نقطعش بعض. اوكي؟ النهارده في اخر السيشن ان شاء الله بقى هنكون اتكلمنا عن ايه هو الايموشنال انتليجنس، ليه الايموشنال انتليجنس مهم اصلا ومحتاج ان هو يبقى عندي، طب لو مش عندي اللاك دي هتاثر عندي في ايه، وازاي اقدر المسها او اكتشف ان انا فعلا عندي مشكله في الحته دي، ولما يجي اطور الايموشنال انتليجنس عندي ممكن اعمل ايه واطوره ازاي، وعلى اخر السيشن هنكون قادرين نابلاي ويز معينه تحسن من الايموشنال انتليجنس عند كل واحد فينا. فخلونا نبدا مع بعض الاول نتكلم عن ايه هو الايموشنال انتليجنس. الايموشنال انتليجنس المقصود بيه ان انت تكون قادر تعرف وتميز الايموشنز اللي انت حاسس بيها، وفي نفس الوقت تبقى قادر تعبر عنها بشكل واضح ومناسب للشخص اللي قدامك، وفي نفس الوقت تبقى عارف تتعامل مع ايموشنز الناس اللي قدامك كمان. يبقى انا قادر افهم الايموشنز بتاعتي، امانج ازاي بطلعها وبعبر عنها بشكل مناسب للموقف اللي انا فيه، ومناسب للناس اللي حواليا بالشكل اللي هم هيفهموه هيستقبلوه مني، وابقى فاهم على الناحيه الثانيه هم حاسين ايه، والتصرف بتاعهم ده كان سببه ايه، وبدا منين وخلص فين، ايه الدوافع بتاعه الشخص اللي قدامي اللي وصلنا للنقطه دي. طيب هل هي سكيل ممكن نكتسبها ولا دي حاجه احنا بنتولد بيها بالفطره؟ في ناس بتتولد بيها بالفطره مفيش مشكله، يعني في حد ربنا خلقه اوريدي قادر ان هو يكون جود ليسنر، وحد بيحتوي الناس اللي قدامه، وحد فاهمهم كويس وعارف يوصل اللي هو عنده، بس هي برضه سكيل اقدر اشتغل عليها، مفيش مشكله، اقدر اشتغل عليها وانميها. النهارده ده اللي احنا هنعرفه مع بعض، ازاي اقدر اشتغل على حاجه زي دي واطورها واوصل بيها للليفل اللي يسهل عليا المواقف اللي انا بعدي بيها سواء في حياتي الشخصيه او في الشغل. اوكي؟ طيب احنا بنعمل كده ليه؟ ليه اصلا جايين النهارده؟ ليه انا بتكلم في توبيك زي ده؟ ليه الايموشنال انتليجنس ممكن يبقى مهم؟ هو هيبقى مهم على شقين اتنين، بالنسبه لي انا كشخص، وعلى الناحيه الثانيه بالنسبه للناس او الطرف اللي انا بتعامل معاه. فبلاقي ان اهميه الايموشنال انتليجنس هنا بتتمثل بالنسبه لي انا اول حاجه ان هي هتساعدني اعرف النيدز بتاعتي. ازاي ممكن الايموشنال انتليجنس يساعدني في النيدز بتاعتي؟ انا دلوقتي لما ابقى فاهم المشاعر اللي عندي جت منين وسببها ايه، انا ليه حاسس الاحساس ده وازاي اثر عليا فاتصرفت بالشكل ده في الموقف الفلاني، هبقى انا عارف انا محتاجه اشتغل على ايه. اذا كانت هي مثلا سكيل عايزه انميها عندي، حاجه محتاجه اتعلمها اكتر، حد حطني في موقف انه انا اتصرفت بالشكل الفلاني فعرفت في المستقبل لما الموقف ده يتكرر تاني انا هعمل ايه، فانا كده قدرت اعرف النيد بتاعتي. طيب بعد ما عرفت النيد بتاعتي ده هيساعدني ان المواقف اللي انا هتحط فيها اتصرف بيها بشكل بروفيشنال اكتر، بشكل صح اكتر، فبالتالي هو ساعدني في ان انا اعدي اللحظات الصعبه او المواقف الحرجه اللي انا بتحط بيها في حياتي. طيب على الناحيه الثانيه بقى مع الناس ده ممكن يساعدني ازاي؟ ده هيساعدني بان هو اول حاجه هيساعد يظبط الريليشنز بتاعتي مع الناس. انا فاهمك كويس وانت فاهمني وبنتكلم من نفس الليفل، انا عارف اسبابك وانت فاهم اسبابي، فبالتالي علاقتنا او الكوميونيكيشن اللي بيدور ما بيننا دلوقتي مظبوط، احنا الطرفين مرضيين من الحاجه اللي بتحصل دي. طيب في الشغل هيفرق طبعا معايا في الكارير بالنسبه لكم انتوا كمان كتيم ليدرز مع التيم بتاعكم، ان هو كل ما الممبر هيحس ان انت فاهمه اكتر، فاهم اسبابه والدوافع بتاعته، مش بتتهمه على طول بان هو لا هو اللي مقصر، لا هو اللي مش عايز يشتغل، فده هيساعد اكتر ان تبقى الكيمستري ما بينكم احسن، وبالتالي البرودكتيفيتي بتاعت الشغل بتاعكم هيعلى.
عامه التعامل بتاع الايموشنال انتليجنس والكوميونيكيشن اللي بيدور ما بين الطرفين، خلينا نشوفه كده على ان هو يعني لعبه شطرنج. احنا طرفين بنلعب مع بعض، كل حاجه بتحصل هي مبنيه على الخطوه اللي انا باخدها واللي انت بتردها على الناحيه الثانيه. انا هبدا اتكلم، انت هتبدا ترد عليا، تبدا تثير من جوايا ايموشن معين هبدا احسه، بناء عليه هياثر على طريقتي وعلى التفكير او على الحاجه اللي انا بعملها. طيب لو افترضنا مع بعض ان احنا مفتقرين للسكيل دي، انا ما عنديش ايموشنال انتليجنس والطرف اللي قدامي ما عندوش ايموشنال انتليجنس، ازاي ممكن ده ياثر عليا بشكل سلبي سواء في حياتي او في الشغل؟ اول حاجه هتلاقوا ان الكونفليكتس اللي ما بينكم زايده جدا، احنا على طول في خلاف، احنا على طول في مشكله، ميس اندرستاندينجز، على طول في سوء تفاهم في النص. طب ليه في سوء تفاهم؟ جاي منين؟ جاي من ان انا بتكلم من خلفيه انت مش واصله لك اصلا. فانا مثلا لو احنا ما بيننا مشكله هبقى انا قاعد بقدم حلول مش مرضيه بالنسبه ليك، ليه؟ لان انا مش عارف مشكلتك اصلا، انا مش واصل للحته اللي احنا بنتكلم فيها. ونفس الموضوع انت على الناحيه الثانيه، فهنلاقي ان ده زاد. بالنسبه لكم كتيم ليدرز هتلاقوا ان في صعوبه في ان انتوا تمانج التيم، كل حاجه مظبوطه على الورق، كل الانبوتس بتاعتي صح، فالمفروض ان كل حاجه تبقى ماشيه كويس، بس على اللي شايفه في الواقع هي الحاجه مش ماشيه، في حاجه مش مظبوطه انت مش عارف سببها. هنا سببها ان احنا مفتقرين بقى لده، انا مش عارف امشي الدنيا مع التيم بتاعي مش ماشي مع بعضه، مش مظبوط. تمام؟ طيب ايه تاني ممكن نلاقيه؟ هنلاقي ان احنا عندنا مشكله في الاكتف listening، احنا مش بنسمع بعض كويس. كل المشاكل اصلا بتاعت الايموشنال انتليجنس بتبدا من هنا. انت لو سامعني وانا سامعك بالشكل المناسب خلاص احنا كده وصلنا، هنوفر على بعض شوط كبير قوي. طيب احنا كلنا هنفترض ان احنا كلنا الايموشنال انتليجنس بتاعنا عالي. اي حد هتقعد تتكلم معاه يقول لك انت عندك ايموشنال انتليجنس، يقول لك انا تمام، انا بعرف اتعامل في كل المواقف، انا زي الفل. بس هل ده حقيقي؟ لا. اكشلي هم قالوا ان 95% من الناس اللي بيقولوا اصلا ان هم عندهم فعلا هاي ايموشنال انتليجنس بيطلع النسبه الحقيقيه من 10 ل 15 واحد فيهم بس اللي عنده فعلا هاي ايموشنال انتليجنس. فانا شايفه ان احنا ممكن نتست ده مع بعض كده قبل ما نبدا. فهستاذنكم نفتح الواتساب على الجروب بتاعنا، هبعت لكم لينك، هحتاج ان احنا كلنا ندخل على اللينك ده، هيبقى فيه 20 سؤال كلهم هنتشيك بس الاجابه بتاعته سريعه جدا، وهنشوف مع بعض السكور اللي هيطلع. السكور اللي هيطلع ده هيقول لك انت مستوى الايموشنال انتليجنس عندك عامل ازاي. والله لو طلعنا كلنا هاي ايموشنال انتليجنس ممكن نقفل ونروح، مفيش مشكله خالص. والاكيد ان احنا هنلاقي اختلاف في الليفلز اللي موجوده، هنبدا نشتغل مع بعض بقى ازاي ممكن نحسن من حاجه زي دي. حالا اللينك هيوصل لكم، هحتاج بس ان احنا ندخل عليه، ولو في اي حد مش فاهم اي حاجه في الاسئله اللي محطوطه ممكن بس يقول لي، انا هترجمه لكم على طول. المفروض انه وصل. انا هفتحه معاكم دلوقتي، لو في اي حد مش فاهم بس معنى اي سؤال ممكن يقول لي على طول. هتلاقوا ان كل الاسئله يا اما بتتكلم عنك انت بتتعامل ازاي او بتعبر ازاي او بتستجيب للناس التانيه ازاي. انت في انهي سؤال؟ معناه ان انت بتخرج عن اعصابك بسرعه، انت بتتعصب بسرعه بقى بتبوظ الدنيا.
وصلنا لفين؟ محتاجة اتليست يكون واحد خلص. خلاص انا هسألك سؤال. ماشي. بعد السنة. تحفة. 91. طيب بصوا اللي ما خلصوش هقول لكم برضه يعني الفكره من الموضوع كان ايه؟ ان في الاخر الريزلت هتطلع لكم بالشكل ده شورت وتحته التقسيمه بتاعت الارقام النسب، ولكل نسبه معينه بيطلع لك اما ان انت تكون very low emotional intelligence او لا احنا low emotional intelligence، احنا neither low or high او very high. فاحنا معانا حسناء جايبه سكور 91 من 100، فهي يعني very high emotional intelligence يعني which is good يعني برافو. طيب انتوا ممكن تكملوه بعد كده عادي مفيش مشكله، وكل واحد هيشوف السكور بتاعه. الغرض من حاجه زي دي ايه؟ ان احنا نعرف احنا هنبدا منين. طيب احنا هيطلع لنا السكور هنعرف كل واحد وصل لحد فين. لو انا محتاجه اشتغل على الايموشنال انتليجنس عندي، ازاي اقدر اشتغل على حاجه زي دي؟ قالوا ان اهم حاجه محتاجين نمارسها الاول. احنا اتفقنا ان هي سكيل، فاحنا بنمارس وبنتعلم لحد ما نعلى بالمستوى ده. هنوصل بقى لحد فين؟ اول حاجه لازم تعملها ان انت تمارس حاجه اسمها الامباثي. الامباثي اللي هو التعاطف. انا عشان اقدر اتبادل حاجه زي دي مع شخص قدامي لازم اكون بحط نفسي مكانه، بفهم هو بيقول كده ليه، هو متضرر ليه، خاصة انتوا مع التيمز بتوعكم هتلاقي حد جاي بيشتكي. طب هو بيشتكي ليه؟ هو ليه شايف ان القرار اللي انا خدته ده غلط؟ هو بالنسبة لي صح 100% في شغلي، بس بالنسبة للموظف انت محتاج تفكر بزاويته هو. فلما تحط نفسك مكانه تبقى فاهم اكتر بقى لا هو كان عنده حق فعلا، لا القرار ده هيضغط عليه. طيب غير الامباثي والتعاطف اللي احنا هنمارسه مع التيم بتاعنا، في يعني 4 كومبوننتس ليهم علاقه بالايموشنال انتليجنس محتاجين نشتغل عليهم. هم الاربعه بيسمعوا لبعض عادي. اول حاجه السيلف اويرنس، ان انت تفهم نفسك كويس. انا ابقى فاهم هنا، مش المقصود ان انا ابقى فاهم بقى ايه نقط القوه ونقط الضعف وانا بعرف اعمل ايه وما بعرفش اعمل ايه، لا المقصود هنا بالسيلف اويرنس الايموشنز. انت فاهم انت حاسس بايه وحاسس بده ليه، وازاي ده اثر عليا بشكل او باخر على الشكل اللي انا خدت بيه قراري، الشكل اللي انا اتصرفت بيه في الموقف، الطريقه اللي انا خدت بيها الاكشن المعين ده في الشغل. تمام؟ طيب تاني حاجه لما هعرف اظبط السيلف اويرنس بتاعي ده هيأثر عليا في الاكشن في السيلف مانجمنت. انا هنا بدات اكنترول ايه؟ بدات اكنترول الطريقه اللي انا اتصرفت بيها. فانا فهمت انا حاسس بايه وحاسس بيه ليه وازاي ده اثر عليا، فبناء عليه انا هاخد الاكشن الفلاني. انا عارف كل حاجه سببها ودوافعها جايه منين بالظبط. في الوقت اللي انا هقدر اتحكم فيه في الطريقه اللي انا بتعامل بيها وبالاكشنز اللي انا باخدها، هيحصل معايا احتمال ان يحصل مشكله، ان يحصل شعور بالندم، ان يحصل نتائج عكسيه او سلبيه انا ما كنتش مستنيها من الاول. على الناحيه الثانيه بقى هندخل على السوشيال اويرنس. المقصود بقى هنا ايه؟ الناس الثانيه. انت فاهم بقى التيم بتاعك، انت فاهم الموظف ده بيتكلم ليه، انت فاهم هو ايه بالظبط اللي محسسه بالضرر ده. تبقى عارف بقى هو ليه حس بالطريقه دي، هو مندفع جدا، طب هو عنده حق، هو ما عندوش حق، انا ممكن اعمل ايه لو هو فعلا عنده حق في الموضوع ده او لا. عندنا يعني لو خدنا بالنا من الجزء ده قال لكم ان الجلوبال ليدرشيب ديفلوبمنت فيرم صنفت الامباثي اللي انت بتمارسه مع الموظف بتاعك ان هو يعني رانكس ان هي فيرست سوفت سكيل لازم تبقى موجوده. دي اهم واول حاجه تبقى عندك عشان تبقى effective تيم ليدر وعشان تقدر تمارس ده بشكل صح. في اللحظه اللي انت هتعرف تظبط ده مع الموظف بتاعك فيها كده انت 100% ضمنت ان انت عندك ريليشن شيبس كويسه، ضمنت ان انت عرفت تتعامل مع الناس بشكل صح، فقدرت يبقى عندك مانجمنت للموضوع ده.
ليه الامباثي هنا مهم في الريليشن شيب تحديدا عندكم انتوا بالذات كتيم ليدر؟ لان انتوا هتلاقوا نفسكم بتضطروا تتحطوا في مواقف تخوضوا conversations مع التيم انتوا مش عايزين تخوضوها اصلا. انا مش عايزه اتكلم في مشكله، انا مش عايزه اسمع كلاش ما بين اتنين، مش حمل ان انا اقعد هاتي مع حد واوضح له انه انت لازم تعمل كذا، لا انت غلطان في كذا. بس دي نوعيه conversations انتوا لازم تخوضوها وتطلعوا منها بشكل ناجح. لو انت مارست الايموشنال انتليجنس صح هتمنع نفسك انت تغلط، مش هتغلط نفسك، هتقدر توصل اللي انت عايزه للتيم بتاعك، وده مهم ان انت تعمله وتأدرس. لو عندك مشكله لازم تاخدها وتخلصها، لان انت لو ما عملتش ده وسبت المواضيع مفتوحه عندك في الشغل او وسط التيم بتاعك، انت سبت مجال ان يبقى فيه حديث جانبيه وجوسبس كتير تعمل لك انت اصلا مشكله، وتضيع من وقت الشركه، تضيع من وقت التيم، ومع الوقت الكيمياء اللي ما بين التيم ده هتبوظ. فانت لازم تكنترول ده من الاول، ودي اسلم طريقه هتطلعك من الموقف ده، ان انت تعرف تمارس امباثي صح، ان انت تبقى فاهم التيم بتاعك صح. اوكي؟ احنا كده لو خدنا بالنا من الفور كومبوننتس دول ومارسنا معاهم الامباثي، دي هتبقى افضل طريقه ان انت تفهم الايموشنال انتليجنس بتاعك وتعرف تشتغل عليه. طيب لو انا محتاج، انا اوريدي عندي ايموشنال انتليجنس كويس وفاهم الفور كومبوننتس بتوعي وعايز اطور ده، اشتغل عليه ازاي؟ انا لحد دلوقتي عملت السكور طلع لي 20 لا 80، عايزه اشتغل اكتر. فدول 4 ways يعني ممكن يساعدوكم ان انتوا تحسنوا من الموضوع ده. اول حاجه فيهم هو الجورنالينج. الجورنالينج ان احنا على طول نكتب، اكتبوا نوت واكتب انا النهارده اتحطيت في الموقف الفلاني، حسيت بالحاجه الفلانيه وخدت الاكشنز الفلاني، سواء ايجابي او سلبي. ده هيوصلك لايه في الاخر؟ ان الموقف لما يتكرر تاني تبقى انت عارف انت بتتصرف ازاي. انا التصرف ده لما اتصرفت بالشكل الفلاني وصلت، انا لما اتصرفت بالشكل ما وصلتش. فده لما يتكرر انا هعمل ده او مش هعمل ده. تاني نقطة ان انت تاخد فيدباك 360 درجة. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن ان انت بتاخد تقييم من كل الدايرة اللي حواليك. انت بتقيم من مديرك، بتقيم من البير اللي معاك، بتقيم من التيم بتاعك. ده هيساعدك ان هو يفتح لك البلايند سبوتس اللي موجودة. في اكشن انت ممكن تاخده وفاكر ان هو مفيد جدا وحاجة كويسة جدا للشغل، بس في موظف بيأثر عليه بشكل انت مش فاهمه، مش واصل لك، مش هتاخد بالك من ده غير لما هو يقول لك، غير لما تلاقيه في الفيدباك كاتب ان ده اثر عليه، تبدا تراجع نفسك، تشوف انا هعمل ده تاني ازاي. نفس الموضوع من مديرك، نفس الموضوع من زمايلك في التيم. ثالث نقطه هي ان انت تبراكتس اكتف listening. نحاول على طول ان احنا نسمع التيم، نسمع اللي قدامي، افهم مشكلته فين. مش ان انا عايزه اتكلم، مش ان انا عايزه اثبت ان قراري كان صح، ومش ان انا هفرض رايي عشان الاداره شايفه كده. انت محتاج تسمع اللي قدامك وتكسبه. واخيرا ان انت تبي اتنشن لمشاعرك. حل المواقف دي مش تجاهلها، مش ان انا اقول لا انا اتصرفت صح وخلاص. انت وارد تكون اتصرفت غلط، واتصرفت غلط عشان انت مضغوط، عشان انت محمل بمشاكل خارجيه، مش عشان اي حاجه ثانيه. فانت لما تبقى فاهم ده تبقى عارف ان هو ده اللي اثر عليا وهو ده اللي وصلني لحاجه زي دي. لو استخدمنا الفور واي دول اعتقد ان الموضوع هيحسن معانا كتير. عايز اسالكم على حاجه، حد جه في باله في الاول لما فتحتوا الكويز خد باله ان هو مكتوب EQ تيست؟ حد خد باله من النقطه دي؟ طيب هو مكتوب EQ تيست عشان تبقوا عارفين برضو، عشان الموضوع ما يختلطش عليكم. في حاجه اسمها EQ وفي حاجه اسمها IQ. IQ ده بيختبر قدراتك الذهنيه، اختبار الذكاء بتاع ان انا ابقى عارف انا بروبلم سولفنج، كريتيكال ثينكينج، المشاكل بتاعتي. لكن EQ هنا هي اختصار للايموشنال، وQ هنا اختصار لكوشن، يعني الحاصل العاطفي. المقصود من التست ده ان هو يطلع لك السكور بتاعك بالنسبه للايموشنز بتاعتك. انا هنا بشوف انت بتحس بالمشاعر عامله ازاي، قد ايه، ازاي بتاثر عليك. ده انا حبيت اوضحها لكم عشان محدش يختلط عليه الامر. هستناكم تعملوا الكويز وتشوفوا الريزلت بتاعتكم. حاولوا نطبق على السيشن بتاعنا، والمره الجايه ان شاء الله لما نتقابل، عشان احنا واضح ان احنا يعني هنتقابل كتير، هستناكم تقولوا لي ازاي ده اثر معاكم. خلينا نديكم هنت بسيط كده ازاي ده هيكون فعلا مأثر معاكم وهتشوفوه عليكم. لو احنا عندنا لاك في الايموشنال انتليجنس، ده هيعمل لي كونسيكونسز معينه في التيم بتاعي. هيبقى فيه انجيجمنت ما بيننا اقل كتير، مشاكل كتير، خلافات كتير، هتؤدي في الاخر ان انا عندي تيرن اوفر اعلى. في حين ان انا لو عندي هاي ايموشنال انتليجنس، فانا هبقى قادره اتحكم في الريليشن شيبس بتاعتي، هيبقى في انجيجمنت اعلى،
هيبقى في ستابيليتي عندي في التيم. دي ابسط الحاجات اللي هتبان معاكم، غير بقى المشاكل والنزاعات الداخليه اللي جوه التيم. فطبقوا وشوفوا، وان شاء الله لما نتقابل المره الجايه تقولوا لي كده احنا وصلنا لايه. لو في اي حاجه او حد محتاج يرجع لي فده الميل بتاعي، هستناكم تبعتوا لي عليه. مبسوطه قوي.